يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حلوه هنديه تحفه جدا جميله. اسمها حلوه لاسبور بدقيق السميد. يعني السميد مش هنعمل بيه بسبوسه بس، لا هنعمل بيه حلويات كتيره جدا مع بعض. زي ما انتم شايفين معايا نص كوبايه سميد، ومعايا كوبايه الا ربع لبن، معايا معلقتين لبن بودر، ومعايا معلقه سمنه. هنروح على النار نشوف هنعمل ايه. هنزل بمعلقه السمنه كده لغايه السمنه ما تسيح معايا، وبعدين هنزل بنص كوبايه دقيق السميد. هبدأ اقلبه كده من دقيقة لدقيقتين، يعني لغاية ما ايه دوبك بس ايه، يعني يشرب السمنة كلها. مش عايزة اكتر من كده، يتشوح كده مع السمنة ويشرب السمنة بس، مش اكتر من كده، من دقيقة لدقيقتين. بعد كده هنزل عليه بايه، باللبن. زي ما انتم شايفين كده. كده هو خلاص. هنزل بقى باللبن، بس هنزل باللبن حبة حبة، مش كل مرة واحدة، عشان يشرب ايه، عشان عايزة دقيق السميد يشرب الايه، اللبن كله. فهنزل بيه حبة حبة زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اقلب كده. هو كده شرب الحبة اللي احنا نزلنا بيهم. هنزل ببقية الكمية. نزلت ببقية الكمية كده، هفضل اقلب فيه والم لغاية ما ايه، الخليط كله يتجانس مع بعض، يبقى عامل زي ايه، حتة العجينة كده في ايدي. زي ما انتم شايفين كده. الحلوى الاسبور دي طعمها تحفة جدا. شبيهة كده للحلويات المصرية بتاعتنا، بلح الشام، رموش الست. يعني جميلة بصراحة، رائعة رائعة رائعة. هتشوفوها دلوقتي معايا. بصوا هو كده ايه، الخليط ابتدى ايه يتلم معايا زي ما انتم شايفين. يعني دقيقة او دقيقتين وخلاص. بصوا هو كده اتلم خالص كل الخليط معايا، بقى عامل زي حتة العجينة. هعينه بقى واسيبه يبرد شوية، بعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما انتم شايفين كده. سبته هنا يبرد، وبعدين بعد ما برد هنزل عليه بمعلقتين اللبن البودر كده. زي ما انتم شايفين اللبن البودر بيعزز الطعم جدا في اي حلويات. زي ما انتم شايفين كده. انا كده ببدأ اخلطه كله مع بعضه، اللبن البودر مع الايه، مع الخليط الايه، اللبن والدقيق السميد. زي ما انتم شايفين كده بنخلطه كويس جدا لغايه ما يتجانس، يبقى ايه زي العجينه كده معانا. بصوا انا بكوره كده وبشوفه، لو لقيت العجينه مشققه معايا يبقى كده احنا محتاجين نحط شويه لبن. هنزل بمعلقه لبن. لقيتها تاني برضو محتاجه، هحط لبن تاني. لو لقيتيها وانت بتلفيها كويسه جدا خلاص، مش محتاجه، لا ما فيهاش تشوقات، يبقى انت مش محتاجه تزوديها لبن ولا اي حاجه ولا اي سوائل. هنخلطهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. عايزين نقول بقى ايه، ان السميد مش بيتعمل بس بسبوسه، لا ده انت ممكن تعملي بيه حاجات تانية كتيره جدا. زي ما قلنا حلويات كتيره جدا. برضو زي ما انتم شايفين كده هي لسه مشققه معايا، فهنزل عليها بمعلقه لبن تاني. هنزل بمعلقه اللبن زي ما انتم شايفين، وهبدا برضو الم العجين. هلم الخليط كله بمعلقه اللبن كده، المه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. انا كده متهيألي مش هيحتاج لبن تاني. برضو هعمل الكرة ونشوفها مع بعض كده. زي ما انت شايفه كده الكرة بتبقى صغيره، الحجم اللي انتوا شايفينه في ايديا ده. بصوا هي كده ما شققتش ولا اي حاجه، كده كويسه. ممكن تخليها كرة من غير ما تبططيها يعني. هي كده جميله جدا. فهنبدا بقى ايه، نشكلها مع بعض. زي ما انتم شايفين بصوا الكرة حجمها قد ايه، وانا شكلته. ولو في اي حاجه تسويها بايدك كده وانت بتعملي الايه، الشكل معاكي. الحلوه دي بيبقى طعمها تحفه يا جماعه، حلوه هنديه بس تحفه جدا بصراحه يعني. ومكوناتها بسيطة جدا وموجودة في أي بيت ومش مكلفة، في نفس الوقت حاجة حلوة تفرحي بيها أولادك يعني. زي ما انت شايفة كده. هنبدأ برضو ايه، نكور لغاية ما نخلص الكمية. انت عايزة تضاعفي الكمية مفيش مشاكل، ضعفيها. بس انا بقول ايه، تجربي الأول في نص كوباية سميد وبعدين تضاعفيها براحتك يعني.
زي ما انت شايفه كده. بصي انا كده شكلتها خلاص، بقى الشكل النهائي عندي زي ما انتم شايفين كده. شكلت كل الكميه. هبدأ بقى اعمل السيرب بتاعها او الشربات او العسل زي ما بتحبوا تقولوه يعني. معايا كوبايه سكر ونص كوبايه سكر تانية، يعني كوبايه ونص سكر زي ما انتم شايفين كده، وهحط عليهم كوبايه ونص ميه. الشربات بتاعها يا جماعه بيبقى عامل زي شربات البسبوسه، يبقى هو سخن والحلوى سخنه، الراسبور سخنه، وفي نفس الوقت تحطي عليهم كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه وعصره ليمونه وفانيليا. وبعد ما يبدأ يغلي هنزل هنا بالليمون زي ما انتم شايفين كده، نزلت بعصرة الليمونة. هيغلي بقى يعني هو كده بدأ يغلي. اول ما يكمل 5 دقايق هعصر عليه، هنزل عليه بكيس الفانيليا زي ما انتم شايفين، وبعدين هطفي عليه كده خلاص. لما تحطي الفانيليا لازم تطفي عليها اول ما تحطيها، عشان الفانيليا لو بتغلي هتمرر معاكي. بعد كده انا جبت الزيت كده، حطيت زيت غسير. لازم يكون الزيت بيغلي، يعني ايه، سخن جامد زي ما انت شايفه، وتنزلي فيه بالحلوى، لان لو حطيتيه بارد الحلوى هتفك منك، لان الحلوى طريه، الراسبور طري، فهتفك منك. خدي بالك من النقطه دي، في تريكات كده لازم تعمليها عشان تطلع معاكي مظبوطه زي ما انت شايفه. وما تمليش الطاسه قوي، بس انا للاسف بقى نسيت ومليتها المره دي. فانتي ما تمليش الطاسه قوي عشان تحركي براحتك، لان الحلوى اللزبور دي طريه، فممكن وانتي بتقلبي ممكن تفك منك، فخلي بالك من النقطه دي. لازم الزيت يبقى غزير والزيت سخن وانتي بتنزلي الحلوى زي ما انت شايفه كده. نبدا بقى نقلب مع بعض، لما ظهرها يحمر نبدا نقلبها. زي ما انت شايفين كده. بصوا شكلها تحفه جدا، وبالراحه وانتي بتقلبي لان هي طريه زي ما قلت لك. بصوا احنا ابتدينا نطلع اول طاسه كده مع بعض، زي ما انتم شايفين لونها احمر وبقى جميل ازاي. لو الزيت بارد هتفك يا جماعه، خلوا بالكم من النقطه دي. ونزلت بطاسه تانية زي ما انتم شايفين كده، والظهر احمر، وهبدا اقلب برضو كده. حلوه جميله جدا وسريعه، بتعمل في 5 دقايق، ما تاخدش وقت معاكي. وتغيير من البسبوسه دي السميت اللي احنا بنعمله بالبسبوسه بس، لا بتعملي بيه حاجات كتيره جدا زي ما انت شايفه، وحلويات جميله قوي زي ما انت شايفه كده. احمرت حلو جدا. هبدا اعين بقى معاكم برضو، جميله قوي بصراحه يعني زي ما انت شايفه كده. ابتديت بقى احطها في الشربات كلها كده زي ما انتم شايفين في قلب السيرب. هسيبها نص ساعه، ربع ساعه على اول وش، بعدين اقلبها ربع ساعه على الوش التاني عشان تشرب عسل كويس من العسل وتبقى حلوه معاكي. هي لازم تقعد بتاع نص ساعه عشان تشرب العسل كويس زي ما انتم شايفين كده. بعد النص ساعه بقى هبدا اعينها، قلبتها على الجنبين، هبدا اعينها بقى، احطها في طبق التقديم. طعمها تحفه جدا يا جماعه، قريبة جدا من بلح الشام، من رموش الست، جميلة جدا بصراحة يعني، وطعمة وتحفة بصراحة. والله مش بشكر فيها، بس هي فعلا جميلة زي ما انت شايفة كده. احنا ايه بنعينها مع بعض. انا حطيتها في طبق التقديم هنا بقى. انا بقى ابتديت ازينها، حطيت عليها جوز هند وفول سوداني، عندك فستق حطي، عندك اي مكسرات، اي نوع مكسرات حطي، مش ما عندكيش مفيش مشاكل خالص زي ما انت شايفه كده. وده الشكل النهائي بتاعها كده بعد ما زينتها. حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقول، تحفه جدا. وطبعا كالعاده لازم ادوقها معاكم. بصوا هي مقرمشه وهشه من بره، ومن جوه طريه وجميله جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا شكلها من بره حمرا جدا، من جوه بيضه وطريه من جوه، ومن بره مقرمشه، تحفه بصراحه يعني. وطبعا كالعاده هدوق واقول لكم رايي. والله العظيم طعمها تحفه، طعمها جميل جدا زي ما انتم شايفين. ما اخدتش 5 دقايق معانا في عمايلها، جميله جدا، ومكوناتها بسيطه جدا. عايزه انت تضاعفي الكميه مفيش مشاكل خالص زي ما انتم شايفين كده. بصوا شكلها. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة كده من الآخر.